النهارده هاخدكم على سيكشن اف. المكان موجود جنب سان ستيفانو على البحر، وتقدروا تاخدوا صور حلوه لان الديكور هناك جامد جدا، وفي العاب كمان تقدر تقضي وقت جامد مع اصحابك. وهنا طبعا انا دخلت اجرب المنتجات بنفسي، واحلى حاجه هناك ان المطبخ كمان مفتوح مش مغلق، بحيث ان انت تقدر كمان تشوف العمال وهم بيعملوا السندوتشات. بجد يعني هناك اهم حاجه عندهم النظافه، واول حاجه بتنزل عقبال ما الاكل بيجهز هي المقرمشات مع سبيرس باتس كمان عشان المقاطعه. وهنا الاكل نزل بجد حاجه جامده وفوق الخيال. طبعا انتوا شايفين حلاوه الاكل وجماله. اول حاجه هنبدا بيها هي قطع الدجاج الصغيره دي، بيقولوا عليها كورن. دي هناكلها مع صوصات وطعمها يا جماعه فعلا طلع خرافه. تاني حاجه هنبدا بيها هي صوابع الجبنه، بس انا ما لحقتهاش وهي سخنه فما مطتش. وطبعا الصوصات عندهم تحفه، عندهم الكورن كمان طعمه لذيذ. هندوق بقى البرجر ده اسمه سيكشن اف وطعمه جامد، والكول سلو بتاعهم تحفه. ومعانا البرجر ده كمان اوت تشيكن، ده غرقان صوص جبنه وطعمه خطير يا جماعه. ومعانا بوكس اسمه فيرست داي بوكس، ده تحفه. هنجرب اول قطعه بالباربيكيو صوص وطعمها فعلا خطير. تاني حاجه بالتشيلي صوص، هو كان حامي شويه بس يعني شغال. وجربت الصوص التاني برضو كان حامي، الحاله ما يقوس منها يا جماعه. وصوص الرانش برضو كان خطير. وعايزه اقول لكم ان الميلك شيك عندهم تحفه بجد. واخر حاجه لو زودتوا جنيه بس هتاخدوا بولة ايس كريم هديه. وكانت تجربه جامده بصراحه في سيكشن اف.